السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير. والفيديو تاعي اللي نهار اليوم يلقاكم كامل فرحانين ومهنيين. اليوم فيديو بزاف شابه، عجينه سحريه وما تخمرش يعني روعه. مقادير بسيطه، خدمت لكم زوج حشوات ان شاء الله تعجبكم. نقول لكم كل وحده دخلت عندي نقولها مرحبا بك. ما تنسونيش البنات بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد تاعي اللي هو سهل وفي متناول الجميع. نقولوا بسم الله على بركة الله. نبداو بالمقادير تاعنا لنهار اليوم. عندنا البصل، وعندنا 4 صدر تاع الدجاج مرحي، وعندي البطاطا دوك نقليها، وعندي فلفل اسود، شويه تاع الكمون، وشويه لي زيبيس تاع الدجاج، وعندنا الفرماج كاري اللي راك فيه، وشويه تاع الزيتون، وفرماج رابي العادي. هنا بعد ما قطعت البصل كيما شفتوه درتو يتحمس، درت له شويه تاع الدجاج. دوك نبداو بالوصفه تاع العجينه. عندي كاس تاع الحليب يكون دافي، ونصف كاس يكونوا دافيين ما يكونوش سخونين بزاف. عندنا ربع كاس تاع الزيت كما راكم تلاحظوا لهنايا. نحطوهم كامل يعني مع الحليب ونخلطوهم شويه، ومن بعد رانا رايحين نضيفوا ملعقه خميره فوريه وملعقه تاع السكر. نخلطوهم هكا يعني مليح حتى تشوفوا بلي الخميره تاعكم بدات تذوب. باش تضيفوا الملح، يعني الملح دائما خليوه في الاخير باش نضيفوه عفوا. عندنا قرصه تاع الملح ولا ملعقه صغيره تاع الملح، يعني في الملح عينكم هي ميزانكم. عندنا نبداو بالفاينه بالكاس الاول بعد ما كنا غربلناها كما دائما نقول لكم ونعاودها لكم. يعني الكاس الاول دائما تدخلوه كامل في الخليط تاعكم باش تبداو تضيفوه في الفارينه. هكا زدنا الكاس الثاني، نخلطوها مليح، ودوك نزيدو نضيفو الفارينه على ضربه، يعني ما راكوش رايحين تخافوها. نزيد نضيف 2 كيسان كما راكم تلاحظوا. هذه العجينه بزاف هايله يعني سحريه كما قلت لكم. تقدري ما تخليهاش تخمر، انا ما خليتهاش، يعني تمتم غطيتها حوالي 5 دقائق برك ومن بعد بديت نخدم بها. لانه راكي رايحة تحليها يعني بالحلال، وهذاك الوقت اللي تكوني تحشي فيها أكيد رايحة تزيد تخمر معاك، وراح نطيحو يعني سوا سوا يعني كيما تشوفوا تكون خمرت في هذاك الوقت. هنا دوك نزيد نضيف الفارينة. المهم الفارينة حوالي 5 كؤوس ونص ولا 4، لأنه كل فارينة كيفاش يعني كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. المهم هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه كما راكم تشوفوا. طميتها مليح، يعني رجعت عجينة عادية خليتها هكا. كما قلت لكم نغطيها برك هكا، يعني غير شويه برك بين ما نوجد الحشوات تاوعي نوجدهم نحطهم يعني هنايا معايا. ومن بعد نبدا نقسم فيها. شوفوا هنا كيفاش راني حنقسمها على 4. هذه الكيله يعني كاس حليب وربع تجيب لكم 4 دوائر كما راكم تشوفوا. حتجيب لكم 2 خبيزات محشيين هكذا كيما راكم تشوفوا. جربوا كيفاش ديروهم كامل كيف كيف، لانه حنحطوا وحده من التحت ووحده من الفوق. نحطوهم كامل هكذا نقسموهم. اذا شتي وحده كبيره على اختها تقدري تنحي منها وتلصقيها فيها وترجعيهم كامل كيف كيف. هذه هي اللي قلت لكم يعني يعني ما تستحقش باش تخليها تخمر ولا تخليها تريح اكثر من 5 دقائق. هكذا نحطوا هكا العجينه تاعنا شويه تاع الفارينه ونحلوها بالحلل تاعنا، ومن بعد نحطوها في السنيوه اللي رانا رايحين نخدموا بها. نحطوها يعني من الفوق كيما راكم تلاحظوا. انا استعملت هذا المول الزجاجي، يعني هايل بزاف وكميه كبيره ما شاء الله. هنا كانت عندي هذيك البطاطا اللي كنت وريتها لكم في الاول بعد ما قليتها، وسكالوب تاعي هذاك المرح يعني 4 صدر تاع الدجاج كيما راكم تشوفوا. حطيته وزدت له هذه الصوص الطوماط اللي كنت خدمتها معكم، حطيتها لكم في القناه. يعني هايله بزاف ويعني ما شاء الله. هنا نخلطهم كامل كيما راكم تشوفوا لهنايا، ومن بعد نفرغها فوق العجينه. طبقه تاعي الاولى نحطها غير هكذا كبر، ومن بعد نجرب كيفاش نعدلها مليح ونخليها يعني كامل متساويه. والحشو اختياري كما دائما نقول لكم. تقدروا ديروا حتى بصل وطماطيش يعني تشكشوكه. انا كنت درت 2 حشوات، درت هذه ودرت الخبزه الثانيه كنت درتها غير البطاطا برك. هذا مكان وجات بنينه ما شاء الله، ما درت لها حتى فرامج، جات هايله. وانتم لكم الاختيار، تقدروا تزيدوا لها الفرماج ولا تزيدوا لها فرماج تاع الحب. تقدري ديري واش حبيتي، لانه الصح في العجينه كما دائما نقول لكم كي تكون العجينه خفيفه هذاك هو الصح وطيب لكم يعني من الداخل. انا كنت درت الفرماج اللي وريتكم في الاول هذاك، درته غير هكذا برك يعني غير من الفوق. ومن بعد راح نزيد نحط هذا الفرماج اللي راكم تشوفوا فيه تاع الهمبرجر. حطيته هكا يعني من الفوق، وزعته كامل هكا. درت حوالي 5 ولا درتهم من الفوق، وهذا اختياري كما دايما نقول لكم. كل واحد واش يكون عنده متواجد في الدار يحطه.
المهم هنا كي نكملهم كامل هكا دوك نبدا نعجن في الطبقة اللي نحطها من الفوق، نعجنها كيما راكم تشوفوا، والعجينة جات ما شاء الله يعني ما تتلاصقش، ويعني هايلة كيما قلت لكم وخفيفة، يعني ما كاش، والمقادير تاعها بسيطة يعني ما فيها حتى حاجة وبدون بيض يعني ما فيهاش البيض ولا. كيما راكم تشوفوا نحطها دوك نغلق بها من الفوق ونجرب كيفاش هكذا الزوائد نحيهم ونغلق هكا ونضغط يعني في الاطراف باش كي تكون طيب ما تطلع ليش. يعني نتوما كيفاش تجربوا كيفاش تلصقوا العجينه الاولى مع الثانيه باش كي تكون طيب ماشي تتفرغ لكم وتطلع وما يجي الشكل تاعها عيان ما تجيش شابه. المهم هذا صفار حبه بيض كنت يعني كنت درت عشاء واحد اخر يعني، والبياض هذاك يعني خدمت به، والصفار نحيته دهنت يعني به الوجه كيما راكم تلاحظوا هنايا. ديروه من الفوق، تحبوا ديروا اذا ما حبيتوش ديروا البيض تقدروا ديروا غير الحليب برك مع نسكافيه ولا، وديروا من الفوق. شوفوا هنا كان عندي هذا الفلفل الاحمر، درتو كتزيين هكا، والتزيين اختياري كما دائما نقول لكم، تقدروا ما تستغنوا عليه يعني ما ديروش. ودرت زيت زيتون كيما راكم تشوفوا. وهذه اللي قلت لكم ما فيها والو غير البطاطا برك، وجات ما شاء الله جات بنينه، يعني جات خير من الأخرى لأنه أنا ما نحبش الآخرين، نحب غير البطاطا برك. صافي هذه جات ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. إن شاء الله تعجبوكم وتجربوهم، يا لو كان بالحشوات اللي تحبوهم، حشوة تاع السلق ولا تقدري كيما قلت لكم تاع البصل وطماطيش، تقدري تاع الطون بالبطاطا، تقدري صوص طوماط مع مع الطون تاني تجي ما شاء الله، ولا الفرماج. المهم الحشو اللي تحبيه ديريه. دهنت الوجه تاعهم بالبيض اللي بقى لي، درتو غير من الفوق برك، درت لها غير زيتون، حبة الزيتون في الوسط برك. هنا بعد ما طابوا يعني خرجوا ما شاء الله، خرجتهم حمراء طيبين الله الله. شعلت لهم من التحت حتى شفتهم طابوا من التحت، ومن بعد شعلت لهم من الفوق، خذوا هذيك التحميرة ونحيتهم. شوفوا يعني خفاف. هنا راهي سخونة، جربت كيفاش نحيها معكم، حبيت نوريها لكم وهي سخونة هكذا. شوفوا من تحت كيفاش طابت يعني ما شاء الله، يعني طيبين حتى للقلب، والعجينة خفيفة يعني ما تتصورش شحال خفيفة. وتقدري تجربيها، يعني انا حطيتها لكم دوكا اللي حبت تجرب يعني الوصفه باش خاطرها تقدري تعتمديها ان شاء الله. هذه هي تكون نقسم معكم الاولى البسيطه، يعني الخبزه الاولى اللي ما فيها والو، فيها غير البطاطا برك، وخرجت يعني ما شاء الله يعني بنينه هايله وطيبه حتى القلب، وماشي معجنه كامل لانه العجينه هذه لاباط بزاف هايله وما اعتمدتها يعني من زمان، ونخدم بها يعني شحال من الوصفه وتخرج خفيفه. نزيد نقسم معكم هنا حبة تشوفوها من الداخل كيفاش خرجت هايلة، والحشو يعني خرجت ما شاء الله، جات بنينة وكما قلت لكم طيبة حتى للقلب. نتمنى كامل تجربوها وتعجبكم الوصفة اللي نهار اليوم. نقول لكم ما تنسونيش بالاشتراك والجيم وتفعيل الجرس، على بالي بلي كثرت عليكم وصمت عليكم. هذه هي باش الفيديو ان شاء الله يفيد كامل الخياتنا ويفيد كامل البنات. المهم الحشو راهو باين قدامكم وباينه بلي طيبه حتى للقلب. الفيديو تاعي راح يخلص لنهار اليوم، نتمنى يعجبكم ويكون خفيفه على قلوبكم. نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في روحكم، سلام.